بتحس بوجع جامد في أسنانك، مش قادر تكمل يومك ولا عارف تاكل أو تشرب. كل حاجة بقت مؤلمة جدا. السبب ممكن يكون تسوس بدأ من زمان وما أخدتش بالك منه. ده بيكون شكل تسوس في بدايته، والتسوس مش بيقف لحد كده. لو سبته وأهملته بيكمل ويدخل لجوه السن لحد ما يوصل للعصب. بس لسه في أمل. في الفيديو ده هنعرف إزاي بيبدأ التسوس، إزاي الدكتور بيعالجه، وإزاي نحمي نفسنا منه قبل ما يبدأ. الأسنان بتتكون من 3 طبقات. الطبقة الخارجية اسمها المينا، دي طبقة بتكون مسؤولة عن حماية السن. الطبقة الوسطى اللي هي العاج، دي بتكون طبقة حساسة وبتكون حماية للعصب. الطبقة الداخلية اللي هي العصب، دي الطبقة المسؤولة عن تغذية السن. في 4 مراحل للتسوس، بتكون تدريجية لو أهملت وما اتعالجتش. المرحلة الأولى تسوس المينا، وهنا مش بيكون فيه ألم خالص. 2 تسوس العاج، وهنا بيبدأ الألم بس بيكون متوسط وبيكون لفترة قصيرة، وغالبا بتكون في حاجات بنعملها بتخلينا نتألم زي شرب المية الباردة وأكل الحلويات. 3 تسوس وصل للعصب، هنا بيكون الألم شديد ولفترة طويلة وبيحصل من غير سبب. المرحلة الرابعة هي مرحلة بتحصل بعد تسوس العصب، لما العصب بيكون مات والألم خف خالص، بس هنا بندخل في مرحلة تكوين خراج تحت السن والألم بيكون لا يحتمل. الدكتور بيكشف على السن وبيشوف التسوس واصل لحد فين باستخدام أدوات بسيطة زي المراية. ولو التسوس مش باين كويس بنستخدم الأشعة عشان نشوف عمقه، هل هو سطحي ولا واصل للعصب. بعد كده الدكتور بيبدأ ينظف الجزء اللي فيه التسوس، بيشيل التسوس عشان يجهز السن للحشو. لما السن يتنضف تماما من التسوس بنبدأ نحط الحشو المناسب، وغالبا بيكون بلون السن عشان يرجع لشكله الطبيعي وكأن مفيش حاجة حصلت. وفي حالة إن التسوس كان واصل للعصب فبننضف القنوات العصبية ونحط فيها مادة خاصة لحشو العصب، ونختمها بحشو دايم أو طربوش لو لازم الأمر. لكن لو سيبنا التسوس من غير علاج بيكمل طريقه ويبدأ يكون خراج، وهنا الألم بيزيد جدا. ولو اتأخرنا أكتر السن نفسه ممكن يضعف ويتكسر أو يموت تماما، وهيبقى مفيش قدامنا غير الخلع. وفقدان أي سن بيأثر على المضغ وعلى شكل الابتسامة، وحتى الأسنان اللي حواليه ممكن تتحرك وتعمل مشاكل تانية. غسل الأسنان مرتين يوميا، استخدام الخيط الطبي، التقليل من تناول السكريات والحلويات، وزيارة دكتور الأسنان مرة كل 6 شهور. استخدام غسول الفم من غير الفرشة والمعجون، استخدام فرشة ناشفة ممكن تجرح اللثة وتتسبب في ترجعها. ومش لازم تحس بألم عشان تروح تزور عيادة الأسنان، ممكن تعمل فحص شامل لمجرد بس إنك عايز تطمن على أسنانك. التسوس مش مجرد نقطة سوداء، ده تحذير مبكر من مشكلة أكبر. عالج بدري واهتم بنظافة أسنانك وخلي أسنانك دايما في أمان.